بنت بتسرق شنطة في شيء ثمين جدا وبتهرب من العصابة أصحاب الشنطة دي، ولما بتروح للمكان اللي بتهرب ليه بتتفاجئ باللي موجود فيه. بنت بتكون شغالة مع مجموعة من المجرمين لحد ما بتقرر إنها تقلب عليهم وبتسرقهم وبتروح تستخبى عند أختها، ولكن اللي ما كانتش تعرفه إن أختها عايشة جوه الجحيم. وقبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما ننساش نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم. ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا بالبنت لوسيا اللي كانت موجودة في احتفال بتكون طقوسه غريبة جدا وشكله أغرب، ولكنها بعد ما بتخلص بتروح لمكان أشبه بالخزنة السرية وبتفتحها لوسيا وبتاخد حاجة من جوه الشنطة اللي فيها، وخلاص كانت على وشك إنها تمشي، بس ساعتها بيوقفها شخص اسمه مورو وبيسألها عن اللي أخدته في شنطتها. فبتتوتر لوسيا وبتقول إنها مجرد ملابس وبتحاول إنها تلهيه من كلامها، ولكن مورو بيصمم إنها تفتح الشنطة. هنا بتوهمها لوسيا إنها هتفتحها فعلا، ولكنها ساعتها بتطلع بخاخ من شنطتها وبترشه على وش مورو. ساعتها مورو بيفقد الرؤية تماما ولوسيا خلاص كانت هتهرب منه، ولكن مورو بيفتح وبيطعن لوسيا في رجلها بقوة، وبيقوم مورو وبيكون على وشك إنه يبلغ باقي زمايله علشان يمسكوا لوسيا، ولكنه قبل ما يتصل بيهم بتضربه لوسيا على دماغه بالإزازة وبيغمى عليه. لوسيا بتخرج من المكان وبتركب عربيتها وبتسوق وهي بتتألم جدا من الجرح اللي في رجلها، وبتحاول لوسيا بكل الطرق إنها توقف النزيف اللي مش بيقف، ولكنها مش بتعرف وبتكسر التليفون علشان محدش يعرف طريقها. على الجانب الآخر بنشوف روكيو الأم اللي بتكون نايمة وفجأة بتقوم على صوت خبط غريب ومرعب، والواضح إن روكيو بتكون عارفة ده معناه إيه لأنها بتقول إن الواضح إنه ابتدى، وعلشان كده بتطلب من بنتها ألبا إنها تلبس وتحضر الشنط لأن هم هيمشوا حالا دلوقتي. وبعد ما بيجهزوا كل حاجة الرعب بيزداد بالحنفية اللي بتنزل سائل أسود غريب والتلفزيون اللي بيشتغل لوحده. ساعتها روكيو بتتحرك وهي مرعوبة وبنتها معاها وبتخرج بيها للأسانسير، بس ساعتها بتيجي لوسيا وبيغمى عليها في حضن روكيو، والواضح إن هم يعرفوا بعض كويس. أما مورو فبيكون قاعد وهو ماسك دماغه بعد ما لوسيا كسرت عليها الإزازة، وبيكون مع شخص اسمه ساليناس بيبقى واضح عليه إنه متضايق جدا من اللي حصل ومن اللي لوسيا سرقته، وبيسأله مورو إزاي يسمح لواحدة إنها تعمل فيه كده، كمان جابت منين مفاتيح الخزنة. فهنا مورو بيرد عليه وبيقوله إنها بغتته من غير ما ياخد باله، وإنه كمان ما يعرفش هي جابت المفاتيح دي إزاي. بس الكلام ده مش بيهدي ساليناس خالص، وبيكون واضح إنه متعصب جدا، ولكن بيقدروا إن هم يحددوا موقعها. الناحية التانية لوسيا بتكون قاعدة مع روكيو اللي بتعالج جرحها، واثناء ما هي بتعمل كده لوسيا بتطلب من روكيو انها تفضل قاعده معاهم هنا شويه، وساعتها بنعرف ان لوسيا في الاساس تبقى اختها، ولكن من زمان وهم في مشاكل مستمره مع بعض، علشان كده روكيو بتكون رافضه، بس لوسيا بتقول لها انها مش هتقدر تمشي وهي بالحاله دي. في نفس الوقت ده ساليناس بيوصل للعربيه بتاعت لوسيا وتليفونها المكسور، واللي بتكون لوسيا سابتهم علشان محدش يقدر يوصل للمكان اللي هي فيه، وفعلا بيوصلوا مورو وساليناس ولكنهم مش بيعرفوا اي حاجة. اما لوسيا فبتدخل تاخد دش، وفي الوقت ده بتدخل روكيو تفتح شنطتها لانها حاسة انها بتكون عاملة كارثة، ولما بتفتحها بتلاقي جواها برشام ازرق بكمية كبيرة جدا، وبنعرف ان هو ده اللي هي سرقته من ساليناس. في الوقت ده لوسيا بتخرج من الحمام وبتشوف ان روكيو شافت كل حاجة، وساعتها بتاخد الكيس من ايديها وبتخبيه، وبتفضل هي وروكيو يتخانقوا مع بعض، وروكيو بتكون خايفة على بنتها ألبا، وعلشان كده بتطلب من لوسيا انها تاخد الكيسة بتاعتها ويمشوا من هنا لانها مش مستغنية عن نفسها ولا بنتها. ولكن لوسيا بتقعد معاها وبيبدأوا ان هم يتكلموا بهدوء، وبتقول لها انها ما تقدرش تمشي من هنا لان لو ساليناس اي حد من العصابة اللي سرقت منها الكيس دول شافوها هيقتلوها فورا. ولكن كل ده مش بيهم روكيو لحد ما لوسيا بتحاول انها تدخل لها من سكة ان الكيس ده لو باعوه بسعر عالي جدا هيكون عندهم فرصة يجيبوا بيت احسن من اللي هي عايشة فيه ده بكتير، وهتكون حياتها
حياتهم افضل بكتير. ولكن روكيو بتفضل مش مطمنة، وبالليل واثناء ما لوسيو نايمة بتصحى هي كمان على صوت خبط غريب، وساعتها بتبص على السقف وفجأة بتخرج حشرات غريبة وبعدها كائن غريب ومرعب. بس في الوقت ده بتقوم لوسيا من النوم وبنعرف انه كان كابوس، وبتقوم لوسيا وبتروح علشان تفطر مع ألبا بنت اختها واللي اول مرة يقعدوا مع بعض. وبعد شوية كلام مع بعض لوسيا بتسأل ألبا عن مامتها روكيو، فبتقول لها ألبا انها خرجت الصبح. والناحية التانية ساليناس بيروح يقابل زعيمهم أروزا وبيقول له على اللي لوسيا عملته، ولكن ساليناس وعدوا انه مش هيسيبها تفلت باللي عملته ده ابدا. بس اروزا بيكون متعصب جدا وبيقول لساليناس انه متاكد ان لوسيا مستحيل تعمل كده لوحدها وان اكيد في حد ساعدها. الناحيه التانيه لوسيا بتاخد ألبا وبتروح بيها للمطعم علشان تعمل من هناك مكالمه لاختها لان تليفونها هي كسرته، ولكنها لما بتتصل بيكون مقفول. في الوقت ده بتشوف مجموعه من الرجاله اللي بيطاردوها، وعلشان كده بتاخد ألبا وبتطير بيها قبل ما حد يشوفهم. ولما بيروح يقعدوا هما الاتنين ياكلوا مع بعض، وساعتها لوسيا بتقول لألبا انها لما جت لهم لاحظت ان هما كانوا واخدين شنطهم وماشيين، فبتسألها كانوا رايحين فين. ساعتها ألبا بتقول لها ان مامتها بتكون خايفة جدا من جارتنا اللي ساكنة فوق وعلشان كده كانوا هيمشوا. فبتسألها لوسيا طب هي تبقى مين جارتهم اللي فوق دي؟ فبتقول لها ألبا انها الخدامة. في وش لوسيا بيطلع علامات استفهام، وبتسأل ألبا وروكيو هتخاف من الخدامة ليه؟ فبتقول لها ألبا انها بصراحة بتخوف، ولو هي نفسها شافتها هتخاف، بس بتعرفها انها تبقى صاحبتها ودايما بتجيلها الحلم وبتديها هدايا. بتقوم ألبا توري لوسيا الهدايا واللي بتكون غريبة برضه لانها عبارة عن مشرط وسلسلة وحشرة محطوطة في سائل غريب، والهدايا كلها ملهاش علاقة ببعض. بتكون لوسيا مش مصدقة اللي ألبا بتقوله ولا مستوعباه. الناحية التانية ساليناس بيروح لصديقة لوسيا واللي بيكون فاكرها موجودة عندها، ولكنها بتقول انها ما تعرفش عنها اي حاجة من مدة. فبيقول لها ساليناس لو عرفت عنها اي حاجة تبلغه فورا. والناحية التانية بيخبط باب روكيو، ولما بتفتح لوسيا بتكون بنت الجيران واللي بتعزم لوسيا وصديقتها ألبا على عيد ميلادها. وعلى الرغم من ان لوسيا بتكون رافضة الا ان ألبا بتعرفهم ان عندهم تليفون، وساعتها بتوافق لوسيا علشان تقدر توصل لاختها. ولما بتطلع معاها بتكون مستغربة شكل الجيران دول جدا واللي بيكونوا ستات مسنين ولكن شكلهم مريب، ولكنها بتحاول تنسى شكلهم ده خالص. وبتسأل مارجانا عن جارتهم اللي ساكنة فوق، ولكن مارجانا بتقول لها ان مفيش حد ساكن فوق وكده احسن. فبتلاحظ ان لوسيا خايفة، ولكن لوسيا بتحاول تداري خوفها وبتطلب منها التليفون علشان تطمن على اختها. ولما بتدخل الحمام وبتتصل بيها بتلاقي لسه تليفونها مقفول. بعدها بتتصل لوسيا بشريكها واللي طلب منها اصلا انها تسرق الكيس اللي معاها. والمفاجأة ان بيكون ساليناس نفسه وبيبقى عايز يعرف مكانها بأي طريقة، ولما كانت خلاص هتقوله الخط بيقطع. ولما بيرجع يتصل بيها مرة تانية الغريبة انه بيقول ان الرقم مش موجود في الخدمة اصلا. بعدها بنشوف واحد من رجالة أزوا وهو رايح لمشعوذة وبيطلب منها تعرف مكان لوسيا، وساعتها بتطبق المشعوذة دي بعض الطقوس المرعبة وفجأة عينيها بتتحول بالكامل للون الابيض، ولكنها في النهاية بتقدر انها تقول لهم على مكانها فعلا. في نفس الوقت ده ساليناس هو كمان بيروح وبيفتح اللابتوب بتاعه وبيقدر يعرف مكان لوسيا، وهي بتخبي شنطتها في مكان بعيد عن ايد ألبا، ولكنها فجأة بتطلع جرايد واخبار قديمة بتتكلم عن البيت اللي هم فيه وانه بيحصل فيه حاجات غريبة وحالات انتحار اكتر من الطبيعي. وبتقول الاخبار ان كل ده بيحصل في الدور العاشر بسبب الشيطان الام. هنا بتدخل عليها ألما وبتقول لها انها اتعورت، وبتكون ألما عورت نفسها بالمشرط اللي معاها، وساعتها لوسيا بتجري بيها على الحمام علشان تعالج الجرح. ولما بتسألها لوسيا ليه عملت كده في نفسها بتقول لها ألبا ان هي اللي طلبت منها تعمل كده، وساعتها لوسيا بتبدأ تحس بالخوف اكتر. بتنام جنب ألبا وبتبدأ تشوف كوابيس مخيفة، وبعدها بتصحى وهي مفزوعة على حركة مش طبيعية في البيت ولكنها مش بتلاقي حد. لكن فجأة بتظهر روكيو وبتقول لها انها لازم تهرب وتسيب ألبا لانها هي الروح الشريرة. وبعدها بتشوف لوسيا ألبا وهي بتطعن نفسها في رقبتها بالمشرط، ولكن كل ده بيكون كابوس. وبتفوق منه لوسيا الصبح على ألبا وهي بتقول لها ان الخادمة جابت ليها هدايا كتير لما كانت في الحلم.
ساعتها لوسيا بتتخنق من الموضوع الغريب ده اللي ما بقتش فاهمة فيه أي حاجة، علشان كده بتقرر إنها تطلع الدور اللي فوق بنفسها. في نفس الوقت ده بيكون مورو وكارفور وصلوا للبيت، بس مش بيكونوا عارفين هيدخلوا ازاي، لحد ما بيشوف كارفور مارجا بره البيت ومعاه حاجات شايلاها، وساعتها بيعمل حجة إنه هيساعدها تطلع بيهم، وبيطلع معاها فعلا. أما لوسيا فبتكون ماشية في الدور اللي فوقها واللي بيكون شكله غريب جدا، وكارفور بيقعد مع مارجا وباقي الستات المسنة وبيقول لهم إنه من الشركة اللي هتشتري العمارة، وبيسألهم عن سكان العمارة وواحدة اسمها روكيو، وهنا بيقولوا له إنها مشت بس أختها لوسيا موجودة. في الوقت ده بتكون لوسيا دخلت الشقة وبتشوف صور لقلبة كتير وبتكون مش فاهمة أي حاجة، لحد ما فجأة بتظهر روكيو من وراها وهي مربوطة بسلاسل حديد، وبتقول للوسيا إن مارجا واللي معاها عايزين قلبة، وبتطلب إنها تاخدها وتمشي وينقذوا نفسهم. ولكن لوسيا بترفض إنها تمشي وتسيب روكيو، ولكنها كانت كل ما تحاول تفك السلاسل عنها كانت بتجرحها أكتر، وفي النهاية بتموت روكيو بين إيدين لوسيا. وتحت وأثناء ما الستات مضايفين كارفور وعاملين معاه آخر واجب وبيكونوا عمالين يضحكوا مع بعض، بتفاجئوا مورو وبتقول له إنها تبقى مالكة العمارة ومش فاكرة إن في أي شركة اتكلمت معاها عن بيع البيت. هنا كارفور بيحس إن هو اتكشف، وعلشان كده بيقول لها إنه جاي علشان لوسيا، ولكنه قبل ما يكمل كلامه واحدة منهم بتضربه على دماغه وبيغمى عليه. وفي اللحظة دي لوسيا بتنزل على شقتها مرة تانية وبتحاول تغسل ايديها من دم اختها، وبتطلع وهي مرعوبة وبتطلب من قلبة انها تجهز نفسها علشان يمشوا فورا، ولكنها لما بتبص من الشباك بتتصدم لما بتشوف مورو وصل تحت البيت. في نفس اللحظة دي مارجا وباقي الستات بيكونوا رابطين كارفور ومعلقينه بيفكروا هيقطعوه ازاي، ولكن لما واحدة منهم بتقول انها خايفة ان لوسيا تخاف وتاخد قلبة معاها، بتقول لها مارجا ان لوسيا جبانة زي اختها بالظبط ومش هيكون عندها الجرأة تتحرك. في نفس الوقت ده لما غياب كارفور بيطول الرجالة تحت البيت بتزيد، والناحية التانية بيبان ان مارجا واللي معاها بيتبعوا نوع غريب ومخيف من السحر والاعمال الروحانية، وعلشان كده بنشوفها وهي بتدهن نفسها باللون الاسود. اما اثناء ما لوسيا بتكون واقفة مع قلبة، بتبص لوسيا من فتحة صغيرة من الباب وبتشوف ظل حد جاي عليهم، وعلشان كده بتستخبى. اما في الدور اللي فوق فمارجا واللي معاها بيدخلوا بلبس غريب جدا على ناس موجودين جوه الشقة المقفولة دي، والناس دي بتكون شكلهم غريب ومريب، ومارجا بتكون مسميهم النواب، وبنعرف ان قلبة هتكون هي اللي هيضحوا بيها لاكتمال طقوس شيطانية شريرة، بشرط ان ده يحصل قبل الخسوف. هنا بتحس لوسيا ان ده الوقت المناسب للهروب، وعلشان كده بتاخد قلبة من ايدها وبتجري بيها، ولكن في الوقت ده بيظهر لها ساليناس وبتقول له لوسيا على كل اللي بيحصل وان هم لازم يمشوا في اسرع وقت، وبتكون مرعوبة، ولكن ساليناس بيطمنها وبياخدها الشقة مرة تانية وبيقفلوا على نفسهم وبيسألها عن الكيس اللي معاها، فبتقول له لوسيا على مكانها. وهنا وفي لحظة غدر بيقرر ساليناس انه يطعنها بالسكينة اللي معاها، وده علشان ما تقولش انها كانت شريكته لأي حد وسره يتفضح. بس لما ساليناس بيروح يجيب الكيس بيلاقي كائن ما تقدرش تقول عليه بشري بيضربه بقوة شديدة جدا. اما مارجا واللي معاها فبيدخلوا على لوسيا اللي بتكون لسه عايشة وبياخدوا منها قلبة وبيطعنوا لوسيا وبتموت. هنا مارجا بتطلع لقلبة وبتلبسها تاج وسط طقوس مخيفة وغريبة جدا، ولكن في اللحظة دي بنتفاجئ بلوسيا وبتقوم وبتروح تاخد من الحبوب اللي سرقتها، وساعتها بتحس انها كويسة جدا، وبتحط انبوبة الغاز جنب التلفزيون علشان اول ما مورو والرجالة يضربوا النار الدنيا تنفجر، وهي بتكون حامية نفسها. وبعد ما بتقتل مورو بتاخد بندقية وبتطلع لمارجا وبتقتل كل اللي كانوا موجودين فوق، وساعتها بتطلع لأزورا بنفسها وهي لابسة تاج وكلها دم، وبشكل غريب أزورا بيرجع للوسيا اللي بتقول له انها مسامحاه. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش فولو ولايك وشير وتقول لنا رايك في التعليقات لو بتتابعنا على فيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك البيج تحت في الديسكريبشن. يلا سلام.